السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتي اليوم هي حلوة البابا بأسهل طريقة راح تتوقعوها. خليك معايا لآخر الفيديو، أكيد راح تشوفي الطريقة هذه السهلة اللي راح تحضري بها حلوة البابا بمقادير بسيطة. أول حاجة راح ناخذ نصف كاس حليب دافي، نحطو عليه ملعقة كبيرة الجافة خميرة الخبز. أكيد راح نخليلك المقادير في صندوق الوصف. الوصفة سهلة البنات أكثر مما تتصوروا. حطيت 2 حبات بيض طبعا بدرجة حرارة المطبخ، تتخمر معايا الحلوة تاعي في أقل وقت ممكن. نحط عليها قرصة ملح، والمكون اللي ما نستغناش عليه في ساير ايام السنه هو مبشور البرتقال المركز. راح نخلي لكم رابط الفيديو كيفاه تحضروه في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. شوفوا طريقتي في تحضير مبشور البرتقال يبقى معاك على داير العام. حط عليها 2 ملاعق سكر عادي او 3، الملعقه المتوسطه البنات، لانه رايحين نشربوها الحلوه تاعنا بالسيرو. خلط كل المقادير هذه مع بعضها البعض حتى نشوف البيض اندمج والقوام ولا قوام واحد، والسكر نحسه انه بدا يذوب لانه السكر العادي هنا سكر البلورات. هاهي نحط عليها 2 كيسان فرينة. الحاجة السهلة اللي في هذه الحلوة انك تخلطي المقادير كلها مع بعضها البعض وتكملي الخطوات اللي بعدها اللي مش راح تاخذ منك وقت. شوفوا القوام هذا تبان لك طرية ما تخافيهاش، خلطوها فقط غير بالملعقة الخشبية، خلطوها مليح حتى تتجانس هذه العجينة وتولي تبان لنا ملساء، ولكن مش راح تزيد تولي يابسة على هكا. هذا هو القوام المطلوب تاع حلوة البابا. حلوة البابا اللي تتباع في المحلات حضريها بطريقة سهلة وبسيطة لأولادك، زينيها حسب طريقتك وحسب الموجود عندك في المطبخ. نغطي العجينة تاعي بكيس بلاستيكي باه نسرع عملية التخمير فقط. اليوم حلوة البابا تاعي راهي برعاية مارغرين ماني. نحط 2 أكواب سكر، نفس الكاس اللي عبرت به السكر راح نضيف 4 أكواب ماء عادي. نخلط هذه شربات عادية، نخلط مليح حتى يذوب السكر. نحطها فوق النار كي تبدا تغلى الشربات تاعي، نحسب 10 دقائق بالضبط ونطفي. تحبي تزيدي لها شريحة ليمون زيدي لها او شريحة برتقال. شوفوا العجينة تاعي بعد ما فاتت عليها دقائق كيفاه تخمرت. نضيف عليها هنا ملعقة من مارغرين، انا استعملت مارغرين ماني، مارغرين طرية ملعقة كيما تشوفوا لاباس بها. هاهي تقريبا 50 غرام. ونخلطها حتى تدخل كل المقادير في بعضها البعض. تقدري تستعملي البيتران ولا حتى بملعقة خشبية هكا كي تبقي تخلطي راح تندمج كل المكونات وتلاحظي انه القوام تبدل معاك. شوفي كيفاش تولي ملساء. هنا الخليط تاعي راهو جاهز، نزيد نخمره للمرة الثانية، نغطيه بهذا الورق الشفاف ونخليه مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة. نحضر الكريمة اللي رايحة نزين بها حلوة البابا تاعي. تقدري تزينيها بأي طريقة وبأي مكونات عندك. حطيت نصف لتر حليب يغلي، وخذيت 2 حبات بيض، حطيت عليهم 3 ملاعق سكر و3 ملاعق نشا، هاي الملعقة الكبيرة تاع الأكل، وحطيت عليها فانيليا. ونخلط مليح بمضرب يدوي ولا شوكة، نخلطهم حتى يندمجوا المكونات في بعضها. في نفس الوقت يكون الحليب تاعي غلا. نبقى نزيد في الحليب وهو ساخن مع الاستمرار في الخفق طبعا باه البيض تاعنا ما يطيبش ونتحصل على قوام كريمي. نحط الخليط نعاود نرجعه في الإناء اللي غليت فيه الحليب. طبعا تحبي تصفيه صفيه البنات، انا هنا مش راح نصفيه، راح نرجعه مباشره وفي الاناء ونرفعه فوق النار ونبقى نحرك على نار هادئه حتى نتحصل على كريمه عاقده، كريمه الحلويات. ومن بعد نحطها في اناء واسع، نضيف عليها هذه الكريمه ملعقه اكل من الزبده، طبعا زبده ماني. هاهي نخلطها وهي ساخنه راح تذوب الزبده في الكريمه. خلطها مليح كيما راكي تشاهدي، ومن بعد نغطيها بورق غذائي ولا شفاف، لازم يكون ملامس لسطح الكريمه باه ما دير لناش هذيك القشره الجافه اللي رايحه تفسد لنا القوام تاع الكريمه تاعنا. كيما راكي تشاهدي حلوة البابا بطريقة سهلة
بطريقة بسيطة، وأكيد راح تتحصلي على حلوى مشربة وخفيفة وراقية. هنا العجينة تاعي المرة الثانية شوفوا كيفاه تخمرت البنات، وشوفوا القوام تاعها كيفاه راه عامل. شتوه هذا هو القوام المطلوب البنات. ها هي نهبط لها الخميرة ولا نديغازيها، ونجيب لابوش تاعي اللي رايحه نحضر بها الحلوى. انا راح نستعمل ليمون صغار يعني فرديين، تقدري تستعملي ليمون كبير تاع المسكوتشو كيما حبيتي تشكليها شكليها. نحط العجينه تاعي في الكيس الحلويات. ليمون تاعي طبعا دهنتهم بقليل من الزبده ورشيتهم بالفرينه كيما راكم تشاهدوا. شكلت انواع ليمون، كاين هذو اللي كيما تاع الكعكعات، وكاين تاع هذو تاع البريوش ولا لي مادلين. يعني نوعت في الحلوى تاعي. انتي طبعا زينيها كيما تحبي وشكليها كيما تحبي. انا شاركت معاك طريقتي اللي حضرت بها اليوم حلوة البابا المشربة بالكريمة. الذوق ما نحكي لكمش. البنات ما تنسوش لايك للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوه في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاهل والاصدقاء والاقارب. هكا خلوا الفيديو يطلع. ها هي شكل معاك حبه. تقدري تتحكمي في كميه العجينه لانه راح تدخل للفرن تطيب وتزيد تخمر وتزيد تطلع. الحجم انت تتحكمي فيه كيما حبيتي. ها هي الحلوه تاعي شوفوا كي نقلبها كيفاه ما تلصقش. الشربات تاعي اللي طفيت عليها وبردت راهي واجده. الحلوى نحطها ساخنه مباشره في الشربات كيما راكي تشاهدي، ونبقى نشرب فيها ونقلبها على الجهتين. شوفوا الاشكال في زوج البنات كيفاه راهم يشهيو. عندي ما نقول لكم. ها هو ومن بعد نحطهم في الكؤوس اللي نكون زينتهم بالكريمه. شوفوا كيفاش الحلوى تاعي تاع البابا كيفاه راهي خفيفه وهشيشه ومشربه، وريحه البرتقال اللي راهي خارجه منهم ما نحكي لكمش. ناخذ الكريمه تاعي اللي بعد ما بردت. ها هي بردت كانت في الثلاجه طبعا. نحط عليها 2 ملاعق من بودره الشونتي ونضربها بالضراب الكهربائي. لازم تكون باردة تماما البنات به يتبدل القوام. كما نعرفوا شونتي لازم تتفاعل مع البرودة. راح نتحصل على كريم موسلين ولا أروع ملساء وريحتها تشهي بريحة الفانيليا. تقدري ثاني تستعملي معطر البرتقال في الكريمة إذا حبيتي، غير أنا حبيت نخفف الكريمة تاعي بريحة الفانيليا ونسمها. بعد ما نضربها وتطلع ويتبدل القوام تاعها نحطها في كيس حلواني ولا بوش ادوي ونشكل كيما حبيت لعائلتي ولا لضيوفي. نقدروا نستعملوها وصفه كتحليه في سهرات رمضان، راح تستعملوها مع الفواكه راح تجي ولا اروع. حطيت كميه من الكريمه في الكؤوس الفرديه ونحط عليها حلوتي البابا المشربه. ها هي ونزيد نزينها بالكريمه. طبعا تقدري تزينيها بالفواكه بالفراوله بالحب الملوك، تزينيها بسلطه الفواكه راح تجي ولا اروع. انا هنا زينتها غير بالكريمه وحطيت عليها الكرز المجفف كتغيير للون فقط. كانت ولا اروع. لازم ترجعيها للثلاجه تبرد مده نصف ساعه او ساعه على الاقل قبل التقديم. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بلايكاتكم وبتعليقاتكم. راح تلقوا رابط تحضير مبشور البرتقال لسير العام في اول تعليق مثبت. ما تنسوش تشاهدوه، ما تنسوش تبارطاجوه، ما تنسوش تعليقاتكم في الوصفتي لنهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يكون الفيديو الشرح تاعو خفيف عليكم ونكون وصلت لكم وصفة حلوة البابا بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات سهلة وبسيطة. وفي الأخير ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.